وائل فتوش يعني ينتظر فينا يعني منذ بداية الحصة وآخر أخبار لاعبين هناك وأجواء ما قبل الحفل الكبير باش يصير للإعلان عن أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية وعديد الأخبار في علاقة بتنظيم قطر لكأس آسيا. وائل أهلا وسهلا بك ومرحبا من جديد. نعم أستاذ عادل، تحياتي لكم في البداية ولكل الكباتن في الاستوديو ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الحوار التونسي. إذا نحن هنا من معرض إكسبو الدوحة 2023 تحديدا من أمام الجناح التونسي الذي يتواجد هنا في قطر بهدف التسويق لصورة تونس بشكل جيد في هذا الحدث المهم الذي يتزامن في حقيقة الأمر مع بطولة كأس آسيا المنتظرة في قطر بعد أقل من 100 يوم. الجانب المشترك بين إكسبو وكأس آسيا أن إكسبو هو الراعي الرسمي للدوري القطري والراعي أيضا لبطولة كأس آسيا. الدوري القطري أصبح اسمه دوري نجوم إكسبو الذي تألق فيه عديد اللاعبين العرب ومن بينهم طبعا اللاعب الدولي التونسي نعيم سليتي، ثاني هدف في الدوري ب5 أهداف خلف الجزائري ياسين إبراهيمي، مساهما أيضا في 3 أهداف أخرى. نعيم السليتي ينشط في فريق الأهلي رفقة النجم الألماني واللاعب السابق لنادي باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر. إذا بداية ممتازة جدا لنجمنا التونسي نعيم سليتي هنا في الدوري القطري. بالعودة إلى كأس آسيا بطبيعة الحال الأمور جاهزة من كل الجوانب خاصة على مستوى الملاعب والبنية التحتية كل جاهزة طبعا كما حصل في كأس العالم. تقريبا انطلقت عملية بيع التذاكر قبل أقل من أسبوع، انطلقت أيضا عملية تحضير المتطوعين للمشاركة والإسهام في إنجاح البطولة. غدا الثلاثاء يقام حفل اختيار أفضل لاعب في آسيا هنا في دولة قطر المعز عليه بين أسماء المرشحة. الجماهير القطرية تعول أيضا على المنتخب القطري بهدف المنافسة من أجل تحقيق اللقب بصفته حامل لقب ومستضيف البطولة. ينطلق المنتخب القطري بمواجهة المنتخب اللبناني في ملعب لوسيل في اللقاء الافتتاحي في البطولة. نفس الملعب سيحتضن لقاء الاختتام من البطولة المنتظرة في شهر جانفي المقبل. إذا الأمور جاهزة من كل الجوانب هنا في دولة قطر من أجل تقديم بطولة آسيوية ممتازة ورائعة مثل ما حصل تقريبا في كأس العالم وكأس العرب في قطر. شكرا ليك وائل فتوش، تحية طبعا ليك، وسنتابع كل الأخبار اللي لها علاقة بلاعبين تونسيين ناشطين في البطولة القطرية.